لا يا عم، لا مش هقدر اتعلمها. انا كنت مفكره اسهل من كده. لا مش هقدر، كفايه. طول ما انت عندك عزيمة واصرار هتقدر تعمل اي حاجة. جبت سكيت وقررت اتعلمه. في الفيديو ده هقولك ازاي اتعلمت السكيت وايه الصعوبات اللي واجهتني. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والشير. اول حاجة ما كنتش عارف اجيب سكيت نوعه ايه. واحد صاحبي نصحني اجيب كوجر 509، وفعلا سكيت كويس جدا وبيتحمل. انا كنت متخيل ان اول ما البسه همشي بيه عادي، الموضوع مش صعب يعني. لكن اول مرة لبسته ما كنتش عارف اثبت، وكنت حاسس اني هقع في اي لحظة. ومن هنا بدأت احس ان الموضوع صعب، واحيانا كنت بقول لنفسي مش هعرف اتعلمه. لكن بعد اول يوم حسيت ان رجلي بدأت تتعبني جدا بسبب السكيت. وهنا فهمت نقطتين مهمين جدا. علشان تتعلم اي حاجة رياضية بتشتغل على حاجتين: عقلك وجسمك. عقلك بيبدأ يستوعب الحاجة الجديدة اللي بتتعلمها، فانت محتاج تتعلمها بالطريقة الصحيحة وتمرن عقلك عليها. وجسمك بيبدأ يتأقلم مع الحاجة دي ويبني عضلات في المناطق اللي انت محتاجها. وده اللي بدأت اشتغل عليه. في المرة التانية الموضوع كان افضل كتير. بدأت اتحرك بطيء علشان اخد الثقة وامرن جسمي على التوازن. وفي كل مرة وقعت فيها او كنت هقع بحاول اعرف السبب علشان ما اغلطش نفس الغلطة. واتفرجت على فيديوهات كتير علشان اعرف الطريقة الصح اللي هتعلم بيها. من بداية الوقفة اللي بتبقى بالطريقة دي: الرجل على شكل 7، الركب نازلة لتحت شوية، الظهر بالجزء اللي فوق مايل لقدام سنة. والنصيحة اللي ما اتقالتش في الفيديوهات ان راسك تبقى مرفوعة عادي وباصص لقدام. والمشكلة دي حصلت معايا في الاول، فحاولت اظبطها بسرعة علشان بتفرق في التوازن والثبات. مشيت بالطريقة المعروفة، الحركة في الاول بالراحة، وبعد كده بتحرك وبحاول اثبت على كل رجل لوحدها. النقطة المهمة هنا، كان لازم افهم من البداية ان المشي بالسكيت بيجي عن طريق الدفع مش السحب. بمعنى ان الرجل اللي بتنقلها لقدام مش هي اللي بتسحبك علشان تمشي، لا الرجل اللي ورا هي اللي بتزقك علشان تتحرك. والنقطة دي مهمة جدا في البداية علشان ما تقعش. انقل الرجل اللي قدام، اثبت عليها، زق بالرجل اللي ورا زقة بسيطة خالص، انقل رجلك لقدام، وهكذا. هتلاقي نفسك بتتحرك بسهولة وبشكل كويس. الاستعجال وحش، اهم حاجة ما تستعجلش. اتمكن من الخطوة اللي بتتعلمها علشان تنقل للمرحلة اللي بعدها. مش مجرد ما تتعلم تمشي تطلع تجري، لا، واحدة واحدة. اول حاجة كان لازم اتعلمها بعد ما بقيت بمشي كويس بالسكيت: ازاي اقف. موجود اكتر من طريقة علشان تقف، انا اخترت طريقة حرف التي اتعلمها اول حاجة. اي حركة علشان تتعلمها لازم تفهم نقطة التوازن بتاعتها علشان تقدر تتعلمها. وبعد محاولات كتير ووقعات كتير بدأت افهم التوازن للوقفة بطريقة حرف التي. وعلى قد ما فهمت الطريقة بتعتمد على كذا حاجة. اول حاجة رجلك اللي قدام بتبقى مستقيمة وحاول تحافظ على ده. وتاني حاجة رجلك اللي ورا تكون مايلة وتضغط على الارض بالتدريج، وما تكونش رايحة ناحية اليمين ولا ناحية الشمال. تالت حاجة جسمك يكون مايل سنة لقدام علشان تحافظ على التوازن. كنت بعمل كل ده وبرضه بلف وبفقد التوازن. وبما ان حركة الكتف هي اللي بتخلي الجسم يلف، فبدأت اثبت نفسي لقدام بكتفي، وفعلا لقيت الموضوع ظبط. ملحوظة مهمة جدا، كل اللي انا بقوله ده تجربتي الشخصية، وانا ما زلت لسه بتعلم، وانا بشارك معاكم التجربة اللي اتعلمت بيها السكيت. يمكن تفيد اي حد بيتعلم جديد، لكن لازم تبقى فاهم ان اي حركة في الاول بتبقى صعبة، فحاول تتعلمها بطريقة بسيطة وتكون امان. لكن بعد ما تتعلمها هتلاقي نفسك بتعملها في اي وضع من غير كل التفاصيل دي. بدأت اتعلم المشي باك، وده حسيته فادني كتير في الثبات واداني ثقة اكتر. اول حاجة بتعمل الحركة دي وتتمرن عليها شوية لحد ما رجلك تتعود. تاني حاجة بتبدأ تتدرب على التوازن بالمشي لورا بالطريقة دي، وبعد كده هتطبق الحركة دي لورا، بس خلي جسمك لتحت كده في الاول لحد ما تتعود. انا لسه بتدرب على الحاجات دي علشان اظبط المشي لورا. اتعلمت كمان الف جسمي بالطريقة دي، وبتعتمد على حركة الكتف لانها بتجبر الجسم يلف بالكامل بسرعة، وبتظبط حركة الرجل في التوازن. الحركات بالسكيت كتيرة جدا، وانا فخور جدا بالمستوى اللي وصلت له لحد الان في الفترة القصيرة دي، ولسه قدامي حاجات كتير قوي عايز اتعلمها.
لكن المهم لما بدأت اتعلم السكيت حسيته صعب جدا وما كنتش هكمل، لكن بفضل الله اتعلمته، وحاليا بقول هو ازاي كان صعب اصلا. المبدأ ده في اي حاجة لازم تبقى صعبة في الاول، خد وقتك في التدريب وخلي عندك صبر وهتتعلم. في افكار لفيديوهات كتير جدا عايز اعملها بالسكيت، بس انا فكرت في فكرة، لو انتوا حابينها اكتبولي في التعليقات. بفكر اعمل فيديو شامل فيه كل اللي انت محتاجه بالنسبة للسكيت، من اول ما تفكر تلعب سكيت لحد ما تبقى محترف، وهيبقى فيه تعليم لكل الخطوات وكل حركات السكيت المعروفة، علشان يبقى دورة كاملة لأي حد حابب يتعلم سكيت. وطبعا هعمل كده بالاستعانة بناس محترفين سكيت علشان تبقى المعلومة مظبوطة 100%. السبب في الفكرة دي ان علشان اتعلم اي حاجة في السكيت كنت بجيب كل معلومة من مكان شكل، والموضوع عشوائي جدا، فحابب ان انا اعمل حاجة تكون شاملة ولما كل حاجة عن السكيت علشان اللي حابب يتعلم ما يدورش كتير. كل اسبوع بتعلم حاجة جديدة واشارك معاكم التجربة هنا. لو حابب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة. كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.